يا أهلا بالفيلموية. بتبدأ حكايتنا مع تيري اللي بيكون عنده معرض وورشة عربيات، وبيبقى قاعد بيهزر مع الموظفين بتوعه وبيكلمهم عن حد هم يعرفوه اسمه أنجريد، واللي بيكون هيتجوز السكرتيرة بتاعته. فبيروح وبيقول لها تاخد أجازة النهاردة من الشغل علشان فرحها بكرة ولازم تستعد له كويس. فبتقول له أحلى مسا عليك. شوية وبيدخل على تيري في المعرض 2 رجالة بيقعدوا يكسروا في إزاز العربيات وبيهددوه، وبنعرف إنهم شغالين عند واحد اسمه جيساو، وتيري مستلف منه فلوس ولسه ما سددهاش، فكل ما يتأخر هيجوا يكسروا له في عربياته اللي في المعرض، وبيمشوا بعد ما بيوصلوا له الرسالة اللي هم عايزينها. شوية وبتطب عليه واحدة صاحبته اسمها مارتين، وبتقول له عايزاك في مصلحة يا ابو الصحاب. فبيقول لها عيني يا أبلة. فبتطلب منه يتقابلوا بالليل وهترسيه على الحوار وبتمشي. بنرجع بالزمن بقى ورا 3 شهور. ده اسمه كيم، بيدخل الأسانسير وبيقابل موظفة يعرفها اسمها جيل. المهم تيم بيكون شغال مع رئيس الوزراء في بريطانيا وبيدخل له لأنه عايزه، ووقتها رئيس الوزراء بيفرجوا صور شخص اسمه مايكل عبد الملك. مايكل ده بقى يا سيدي حرامي وتاجر مخدرات، وفي نفس الوقت بيساعد الضعفاء وبيجيب حقهم من الحكومة. تقدر تقول كده عليه روبن هود الغلابة. وفي مرة قبض على مسؤول حكومي وعذبه وضربه، ولما الراجل راح اشتكاه وقتها مايكل كان هيلبس حكم إعدام على الأقل، ولكنه طلع ماسك سيديهات على ناس من الحكومة فطلعوا براءة. علشان كده رئيس الوزراء بيطلب من تيم يحاول يوصل للصور والسيديهات اللي مع مايكل، لأنه بيبتز بيها ناس كتير من الحكومة والشكل رئيس الوزراء منهم، بس مكسوف يقول. المهم بيقول لتيم انهم شاكين ان مايكل بيحتفظ بالصور دي في خزنة سرية في بنك، عايزينك تسرقها من هناك من غير ما الناس تتفضح ولا الحكومة تعرف. فبيقول لهم تيم ما تقلقوش وانا هحط الخطة المناسبة. بعدها بفترة مارتين بتكون مسافرة في المطار، وفجأة البوليس بيوقفها وبيطلب يفتشها وبيلاقي معاها مخدرات. وقتها هي بتجري تتصل على تيم علشان يخرجها من الورطة دي. الكلام ده كان من 3 شهور. النهاردة بالليل بقى تيري بيروح يقابلها وبتقول له أنا عندي ليك حوار حلو، أنا عارفة إنك أنت وصحابك عندكم أمنيات كتير ونفسكم تحققوها، وأنا النهاردة جبت لكم اللي هيساعدكم، عندي ليكم بنك تسرقوه. فبيقول لها بنك ايه اللي نسرقه يا بنتي؟ فبتقول له اسمع مني، احنا مش هنسرق البنك نفسه، احنا هنسرق صندوق الودائع بتاع البنك واللي بيكون فيه مجوهرات وفلوس بتاعت ناس اغنياء. البنك ده اجهزة الانذار بتطفي فيه لمدة اسبوع كل كام شهر لانهم بيغيروها، فاحنا لازم نسرقه في خلال الاسبوع اللي بيوقفوها فيه. فبيقول لها وانت عرفت الكلام ده منين؟ فبتقول له انها كانت بتحب واحد شغال في انظمة الامن وهو اللي حكى لها الكلام ده. فبيشك في الكلام ولكنه بيقول لها تسيبه يفكر. بيسألها إذا كانت هتحضر فرح أنجريد ولا لأ، فبتقول له إنها جاية أكيد، وبيسيبها وبيمشي هو. بعدها هي بتقوم وبتقعد مع تيم علشان تحكي له اللي حصل، ولكن تيري بيرجع يبص عليها من بعيد وبيشوفهم سوا فبيفهم الحكاية. نروح لمايكل اللي بيبقى سهران سهرة عائلية، وبتكون معاهم جال اللي تيم بيكون مدخلها جاسوسة وسطهم، وبتحاول توقع حكيم أخو مايكل في حبها علشان تعرف تعيش معاهم في البيت. بعد شوية تيري بيقابل صحابه في ديسكو وبيقول لهم على تفاصيل عملية سرقة البنك، وبيتفقوا انهم يعملوها سوا. شوية وبيلاقوا كام ضابط شرطة داخلين عليهم المكان المشبوه ده، وبيطلعوا عند المدير وبيكون اسمه ليو، وبنعرف ان دول شرطة فاسدين وجايين ياخدوا من ليو إتاوة مقابل سكوتهم عن الملهى الليلي بتاعه وعن الدعارة والمخدرات اللي فيه. وبيقولوا له ان سونيا المنافسة بتاعتك رفعت الإتاوة اللي بتديها لنا ولازم انت كمان ترفع. فبيديهم فلوس وبيكون معاه دفتر بيكتب فيه كل اسماء الضباط وكل واحد قبض منه كام. نروح لتيري وشلته اللي بيكونوا بيحضروا فرح صاحبهم، وبتيجي مارتين وبتسألهم موافقين على العملية ولا لأ، فبيقول لها وبيتفق تيري معاها يروحوا البنك ده ويعملوا إيداع لأي حاجة علشان يبص بصة فيه. وتاني يوم بيروحوا وهناك بيقابلوا ليو اللي بيكون بيودع حاجة في خزنته في البنك، لكن هم ما يعرفوش بعض. بينزلوا تحت علشان يدخلوا خزنة الإيداع، وفي نفس الوقت بيكون كاري وجيمي بيتصوروا بره قدام البنك علشان يدرسوا المكان من الصور. ووقتها ليو بيشوف جيمي وبيقول له هو انت ممثل يا ابني؟ فبيقول له انا كنت مثلت في فيلمين قبل كده في الشركة بتاعتك يا استاذ ليو. فبيقول له اهلا بيك وبيسيبه وبيمشي. اما تيري ومارتين فبيشوفوا محل بينه وبين البنك مطعم، وبيكون تيري يعرف صاحبه، ولما بيرجعوا وبيتفقوا على الخطة بيقرروا انهم يدخلوا المحل ده ويحفروا نفق تحت يعدي من تحت المطعم ويدخلوا منه الخزنة. علشان كده بيروحوا لديفيد، وده واحد صاحب تيري شغال في اللحام وعنده معدات هتساعدهم يقطعوا الخرسانة والحديد بتاع البنك. وبعدها بيروح تيري اللي جاي صاحب المحل وبيرسيه على الموضوع وانهم هيسرقوا البنك من المحل بتاعه. اما رجالة جيساو فبيروحوا معرض تيري
وبيسرقوا عربيه لان تيري لسه ما رجعش فلوسه. وبالليل بيسهر تيري شويه مع مراته وبيقول لها انه داخل على شغل تقيل، علشان كده عايزها تروح تقعد فتره هي والعيال عند عمها لغايه ما هو يرجع. وبيطلب منها ما تسالهوش ايه نوع الشغل ده، ولكنه بيوعدها انه هيحل لهم كل مشاكلهم. وفي نفس اليوم مايكل بيكون عند ليو في الديسكو بتاعه وبيكونوا بيتفقوا على شغل بينهم في المخدرات، شغل عصابات بقى في بعض. وتاني يوم بيروح لهم جاي عند ديفيد وبيقعدوا بقى يتفرجوا على الادوات اللي هيستخدموها وبيكونوا هيولعوا في الورشه، بس ربنا سترها الحمد لله. اما تيم فبيقعد مع رئيس الحكومه وبيقول له على تفاصيل العمليه، وبيقول له اتاري يا صاحبي ان تيم مقابل انه يطلع مارتين من قضيه المخدرات عمل معاها اتفاق علشان تخلي تيم يروح البنك ويسرق الورق والصور اللي ممسوك على رئيس الوزراء والحكومه. يا ابن اللعيبه، ده مش بعيد يكون هو اللي حط لها المخدرات اصلا. وبعدها بيكون تيم في حفلة وهناك بيقابل جال واللي بتكون وقعت حكيم في حبها خلاص، وكمان مسافرة معاه لبلده الأم في أفريقيا، يمكن تعرف تفاصيل عنهم أكتر هناك. وبرضه تيم بيقابل مارتن واللي بتبلغه بآخر تفاصيل العملية. أما رجالة تيم فبيكونوا بيراقبوا مكان البنك وبيشوفوا جاي وهو بيدخل المحل بتاعه وبيقفل وراه، في الوقت اللي تيري بيدخل الجراج اللي جنب البنك وبيركن العربية بتاعتهم هناك بحجة انهم عمال رايحين يشتغلوا في محل جاي. اما جاي فبينزل البدروم وبيدخلهم من باب الجراج بالمعدات بتاعتهم، وبعد ما بيدخلوا ويظبطوا دنيتهم بيبدأوا يحفروا بقى في الارض. وبتكون مارتن صاحبة اول خبطة في النفق، وده شرف عظيم الحقيقة. بيبدأوا حفر من تحت المطعم وبيكونوا بينقلوا الرمل بره النفق وكلهم بيساعدوا بعض، بس صوت الحفار بيخلي المطعم يتهز وبيبلغوا الشرطة. وشوية وبيجي لهم ظابط فبيروح جاي يفتح له وبيقول له انهم بيعملوا شوية تصليحات في المحل، ولما بيطمن لهم بيمشي في امان. طبعا رجالة تيم بيبقوا مركزين مع اللي بيحصل وبينقلوا لتيم لحظة بلحظة. في اللحظة دي بيقرر تيري انه يتصل بانجريد صاحبهم ويخلوه يطلع فوق المبنى اللي فوق البنك بحيث يراقب لهم الوضع ويبلغهم على اللاسلكي باي جديد. لسه ما كملوش الكلمة بيلاقوا الباب خبط تاني. يا دي شغلانة، بس المرة دي بيكون عامل المطعم جايب اكل لجيمي لانه طلب اكل. اتفضل يا عم اطفح، وقعت قلبنا. تاني يوم الفجر بيوصل انجريد وبياخدوا تيري وبيديه شنطة فيها المعدات اللي هيحتاجها وبيشاور له على مبنى يطلع يقعد فوقه وما ينزلش ابدا. وبيقعدوا بقى يجربوا الارسال بتاع اللاسلكي وبيطلب منه تيري ما يقولش اسمائهم ولا يتكلم معاهم كلام ملوش لازمة. وبالليل بيعدي تيم من قدام المحل ولكنه بيمشي. انجريد بقى بيشوفه وبيقول لهم انه مشي، بس محدش طبعا يعرف هو مين ده. في الوقت ده بتفتكر مارتن ميعادها معاه وبتستأذن منهم بحجة انها رايحة تشتري سجاير علشان خرمانة، وبتقعد مع تيم في كازينو وهوب بيطب عليها تيري وبيشوفهم تاني، بس المرة دي بيسألها مين ده، فبتحور وبتقول له ده واحد بيعكسني. فبيقول لها اذا كان كده ماشي. وقتها بيكون شكوكه بقت أكيدة وبيعرف إن في حوار، علشان كده بيكلم حد من صحابه في التليفون. أما تيم فبيروح وبيقابل جال وبيطمن عليها وبتقول له إنها مسافرة أفريقيا مع حكيم، فبيقول لها لو لقيتي أي صور أو ورق مهم هناك احرقيه. فبتقول له عيني حاضر. انجريد بيدردش بقى شويه مع الجماعه في اللاسلكي، وفجاه موظف اللاسلكي في لندن بيلقط الاشاره وبيسمع كلامهم ولكن ما بيبقاش عارف جاي منين. في الوقت ده بيكون تيري ماشي في النفق وفجاه النفق بيتخرم بيه لتحت وبيقع في نفق تاني، واول ما بيقوم وبيبص حواليه بيلاقي نفسه في مقبره من العصور الوسطى موجوده تحت المطعم والبنك، وبيمشوا فيها لغايه ما بيوصلوا لمكان الخزنه، وكده بيبقوا وفروا على نفسهم حفر وشغل ايام يا ولاد المحظوظه. وهوب بيجهزوا المعدات وبيسخنوا وبيبداوا قطع في الحديد والخرسانه اللي في ارضيه الخزنه. بس انجريد بقى بيكلمهم وبيقول لهم انتوا وصلتوا للخزنه ولا لسه؟ فبيسمعوا الراجل بتاع اللاسلكي وبيتصل بالشرطه وبيقول لهم في عمليه سطو في المدينه يا رجاله. المعلمين بقى بيقرروا ما يسرقوش الخزنه النهارده ويريحوا شويه ويصحوا الصبح يقلبوها ويمشي. بس عمك بتاع اللاسلكي ما استناش للصبح، طلع جاب البوليس وسمعوا التسجيل بنفسه. والظابط إلي بيقرر ما يعملش اي قلق علشان الحراميه اللي مش عارف مكانهم ما يحسوش، وبيقرر الصبح يعمل لهم فخ بحيث يحدد هم في انهي بنك. وبالليل والجماعه نايمين بتصحى مارتن وبتتسحب وبتروح الخزنه علشان تسرق الصور، ولكن عمك تيري بيكون صاحلها وبيروح وراها، بس هي بتلحق نفسها وبتقول له انها جايه تشم شويه هوا، فاكره نفسها في جنينه حيوانات. تاني يوم بيصحوا بدري وبيبداوا يكسروا في الخزن ويطلعوا الفلوس منها. اما مارتن فاول ما بتكسر الخزنه اللي فيها الصور بيروح تيري وياخدها منها وبيعرف فيها ايه وبياخد منها الصور وبيخبيها، وبكده يكون فهم الليله واللي بيدور في دماغها. بيقعدوا بعدها يحتفلوا، ولكن فجاه بيجي البوليس قدام البنك وبيقول لهم انجريد ايه الكلام ده، وبيبقى معاهم كام من صاحب البنك وبيدخلوا يفتشوا، ولما بيلاقوا كل حاجه تمام بيخرجوا.
ومن حسن حظهم انهم ما فتحوش الخزنه. بس لسه البوليس بيكون مش قادر يحدد هم في انهي بنك، فالظابط ايلي بيطلب من عربيه اسعاف تلف قدام بنوك المدينه، واول ما هتيجي قدام البنك اللي بيتسرق هيسمعوا صوتهم في اللاسلكي، وبكده يكونوا عرفوا انهي بنك هم فيه. واول ما بتيجي العربيه قدام البنك اللي هم فيه بيمسك انجريد الجهاز علشان يقول لهم، ولكن الحمد لله الجهاز بيقع منه من فوق السطح. ولما البوليس ما بيسمعش حد اتكلم بيمشي وبيفكرهم في بنك تاني. بسرعه الرجاله بتوعنا بيلموا الفلوس والمجوهرات وبيهربوا قبل ما يتقفشوا، واول ما بيطلعوا بالعربيه بتاعتهم تيم بيبلغ ناس صحابه من الشرطه يروحوا يمسكوهم، ولكن تيري بيبقى قاري اللعب وخلى واحد ياخد عربيتهم ويمشي بيها علشان يشتت تيم، وبيمشي هو ورجالته بعربيه تانيه. تيم بقى بيقول لرئيس الحكومه على الخازوق اللي هو خده او اللي هم خدوه، ولما الرئيس بيهزقه بيقول له تيم انه واثق ان مارتن هتتصل بيه وتقول له مكانهم. بيروحوا هم بقى المكان كده زي مخزن وبيقسموا الحاجات بينهم، وكل واحد بياخد بعضه وبيمشي، وبتبقى مارتن وتيري وجيمي وكاري. ووقتها تيري بيواجه مارتن بالموضوع وقدام صحابه فبيتخضوا، وبتقعد هي تحكي لهم الموضوع من بدايته لنهايته. وقتها جيمي بيخاف وبيقول لهم انا هروح يا جدعان ابص بص على امي واخد نفسي كده واطير من البلد دي، انا مش عايز اتعدم يا جدعان. تاني يوم بتبقى كل الجرايد منزله خبر المكالمات اللاسلكيه اللي سمعتها الحكومه، وفجاه مدير البنك بيفتح البنك الصبح وبيلاقي البنك على الحديده وبيبلغ البوليس، والبلد بتتقلب والناس اللي ليها حاجات واتسرقت بتبقى هتتشل. في اليوم ده بياخد تيري مارتن وبيروح يخليها تكلم تيم من تليفون عمومي، وبيتفقوا على ميعاد يتقابلوا فيه بعد ما بتهزقوا طبعا لانه كان هيغدر بيها ويسلمها هي واصحابها. اما البنك فبيروح هناك ضابط من الضباط الفاسدين واسمه جيرالد علشان يشوف ايه اللي اتسرق ويبلغ حبايبه. وقتها بيشوفوا الضابط ايلي وبيستغرب من وجوده. سونيا بقى بتكون قلبة الدنيا بره لان في صور تبعها برضه اتسرقت وعايزه تطمن عليها. المهم عمك جيرالد بيطلع على ليو وبيبشره ان الخزنه بتاعته اتسرقت، فبيتخض ليو وبيقول له الخزنه كان فيها كشف حساب بنكي ليا بالفلوس اللي انت وكل الضباط المرتشين قبضتوها، ولو وقعت في ايد الحكومه كلنا رقبنا هتطير. فبيترعب جيرالد حرفيا. نروح لتيم اللي بيكون مستني مارتن تجيله، ولكن اللي بيجيله هو تيري. وقتها رجاله تيم بيكونوا هيقبضوا عليه، بس بيهددهم بالصور اللي معاه اللي بيكون جايب لتيم منها عينه، وبيطلب منه يجيب له هو وفريقه جوازات سفر جديده باسماء مختلفه مقابل انه يسلمهم الصور اللي معاه. بياخد تيم الصور اللي بيتفاجئ ان فيها حاجات تخص رئيس الوزراء وبيفرجها لرئيس الحكومه اللي بيقرر ينفذ لتيري طلباته كلها. اما بقى ليو فللاسف بيفتكر شكل جيمي وبيعرف يوصل له ويقبض عليه، وبيقعد يعذب فيه لدرجه انه بيسيح له رجليه. وكمان بيوصلوا للمخزن اللي تيري ورجالته كانوا فيه لكن مش بيلاقوا حاجه. وكمان بيروحوا معرض عربيات تيري وبياخدوا انجريد علشان يعذبوه لغايه ما يعترف، وبيدوا لمراته رقم يديه لتيري يتصل بيهم عليه لما يكلمهم ويعرف اللي حصل لرجالته. الحكومه بقى يا صاحبي بتكون بتذيع المكالمات بتاعه تيري ورجالته على الراديو، يمكن حد يعرف هم مين من صوتهم. وقتها بنته بتسمع صوته وبتجري تقول لامها الحقي بابا على الراديو، وبتسمع امها الصوت وبتعرف ان جوزها سرق بنك وبتتصل عليه تكلمه. وبعد ما بتقفل معاه بتتصل على تيري مرات انجريد وبتقول له اللي حصل وبتدي له رقم ليو. اما ليو فبيكلم مايكل وبيقول له اللي حصل للصناديق وبيقول له انه قرب يمسك العيال الحراميه. وقتها مايكل بيبقى قايم بالصدفه وبيمسك جيل وهي بتدور في مكتبه وبيشك فيها ولكنها بتخلع بالشياكه. اما سونيا فبتقابل رئيس الحكومه وبتقول له انها كانت ماسكه عليه الصور واتسرقت من البنك. اما تيري فبيتصل على ليو وبيعرف هو عايز ايه. وقتها ليو بيطلب منه يرجع له الدفتر بتاعه اللي هو سرقه، ولكن تيري بيحلف له انه مش معاه. ولما بيعصلك بيقوم قاتل جيمي وبيقول له قدامك ساعه تدور على حاجتي وتكلمني والا هقتل انجريد كمان. بيروح تيري يدور واخيرا بيلاقي دفتر الرشاوي وبيقوم متصل على ليو وبيقول له الاتفاق اتغير يا صاحبي، عايز تقتله اقتله وانا بكره هروح اسلم الدفتر ده للحكومه. وقتها ليو بيتحايل عليه ما يعملش كده وبيتفقوا على ميعاد يتقابلوا فيه ويجيب معاه انجريد. رجاله ليو بقى بيخلصوا على ديفيد وجاي وباقي الشباب. تيري بيروح بعدها يقابل مراته واللي بتمسكه تمسح بيه الارض على اللي عمله، ولكنه بيوعدها انه كل حاجه هتبقى تمام. اما جيل فبيمسكها مايكل وبيحفر لها قبر وبيدفنها فيه حيه. تيري بيشوف مين من الشرطه اللي اسمه مش موجود في الكشف فبيعرف انه إيلي وانه شريف، وبيقرر يبعت له نسخه من اسماء الشرطه الفاسدين مع كيري. بعدها بيروح يقابل ليو وكمان تيم ورئيس الوزراء، وهناك بياخد منهم جوازات السفر اللي معموله جديده ليهم وبيسلمهم صورهم. وبيطلع على ليو اللي بيحاول يهرب لما حس ان الموضوع فيه فخ وبيمسكه يهريه ضرب هو ورجالته وبيكون هيقتلهم، واللي بيخلصهم من تحت ايده هو الضابط إيلي اللي بيجي يقبض عليهم كلهم. بس تيم بيقول له ان تيري وكاري مش الحراميه وهم اللي دلوهم على الحراميه، فبيقبض على الباقي وبيفرج عن صحابنا.
تيم بقى بيسافر افريقيا لمايكل وبيمسكه بعد التهم اللي عرفها عنه، وكمان بيلاقي جثة جيل هناك مدفونة وبيعرف انه قتلها، وبياخدوا معاه انجلترا وبيتحكم عليه بالاعدام. اما الجماعة فبيهربوا بره البلد بالجوازات الجديدة والفلوس وبيعيشوا احلى عيشة، وبيخلص فيلمنا على كده. في النهاية لو عجبك فيلم النهاردة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل التنبيهات عشان لسه عندنا ملخصات نارية. اشوفكم الحلقة الجاية، سلام.